مفاجأة مدوية من بين سبورت، قناة مجانية تنقل مباراة كأس العالم 2026. التردد السري الذي يبحث عنه الجميع. هل تتخيل انك تتابع مباراة كأس العالم 2026 مجانا ومن غير اشتراك وفي منزلك؟ في مفاجأة شعلت مواقع التواصل الاجتماعي. اكتشف الآلاف المشاهدين قناة جديدة تتابع لشبكة قناة بين سبورت تنقل مباراة مونديال كأس عالم 2026 بشكل مجاني تماما وبدون أي إعلان مسبق. لكن المفاجأة الأكبر أن القناة لا تعلن عن جداول المباراة وتظهر فجأة قبل انطلاق اللقاء ثم تختفي بعد النهاية، ما جعل الجماهير تتساءل هل نشاهد بداية أكثر بث مجاني في تاريخ كأس العالم؟ في الفيديو ده نتعرف الحقيقة وتردد القناة على النايل سات والعرب سات وعدد المباريات المتوقعة إذاعتها مجانا، وكل التفاصيل دي اللي بيبحث عنها عشاق كرة القدم. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتصلي على النبي. شهدت الساعات الماضية حالة كبيرة من الجدل بين جماهير كرة القدم بعد ظهور قناة جديدة مفتوحة تتبع لشبكة قناة بين سبورت على القمر نايل سات والعرب سات. البداية كانت فجأة عدد المشاهدين بنقل مباراة كندا ضد البوستا والولايات المتحدة بشكل مجاني بالكامل ودون أي إعلان رسمي من الشبكة القطرية. الأمر أثار تساؤلات كبيرة بين الجماهير، خاصة أن تقارير إعلامية كانت قد تتحدث قبل انطلاق البطولة عن إمكانية إذاعة نحو 40 مباراة من كأس عالم 2026 بشكل مجاني، لكن وقتها لم تؤكد الشبكة أو تنفي هذا الخبر. وفقا لما أكد المتابعين فإن القناة تعمل بشكل مختلف تماما عن المعتاد، حيث لا يوجد لها استوديو تحليلي أو برنامج قبل أو بعد المباراة، بل يبدأ البث قبل المباراة مباشرة ثم تنتهي الإشارة عقب صفارة النهاية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه بطولة كأس العالم نسخة 2026 غير مسبق مع ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخب للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وما يعني عدد أكبر من البطولات وفرصة أوسع للمنتخبات العربية والعالمية. وكانت منافسة البطولة قد تنطلق يوم 11 يونيو وتستمر حتى مجموعة دوري المجموعات حتى 28 من هذا الشهر قبل بداية الأدوار الإقصائية ووصولها إلى المباراة النهائية يوم 9 يوليو. أما بالنسبة للترددات التي يبحث عنها الجميع، تردد قناة النايل سات التردد 12-24-5 الاستقطاب عمودي حرف الفي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 2-3. تردد القنوات على العرب سات التردد 10-850 الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، وأسيب لكم أيضا دول في الوصف. ويبقى السؤال الذي يشغل الجماهير، هل ستتوصل القناة إذاعة المزيد من مباريات كأس العالم؟ وهل ستكون مباراة المنتخب العربي ضمن اللقاءات المجانية القادمة؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف الإجابة. وفي النهاية يا صديقي ألا نخبرنا في التعليقات إذا تم نقل 40 مباراة مجانية بالفعل. ما أول مباراة تتمنى مشاهدتها على القناة المفتوحة؟ ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصل بالمزيد إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.